ازيك يا وصل؟ كله فل الحمد لله، أنت عامل إيه يا محفوظ؟ كله تمام الحمد لله. حابين نتكلم النهارده في تاني حلقة من بودكاست أواي. أنا قلتها أنت صح. Podcastaway. بالظبط كده. أنت اللي مخترع الاسم والاسم جميل الصراحة، اللي هو حاجة بعيدة عن اللي موجود فعليا دلوقتي مع الناس، تمام. عشان يعني حاليا أنا عارف إن البودكاست ممكن تكون هي الترند دلوقتي، هي حاجة كويسة إن الناس بتستفيد منها فعليا. علشان كده دي حاجة من ضمن الحاجات اللي إحنا يعني قررنا إن إحنا نعملها، تمام، وإن إحنا نكون مشاركين برضه في الحتة دي. في السويس أو بشكل عام، في حاجات كويسة كتير نقدر إن إحنا نظهرها، ده الهدف منه، الهدف منه إن الناس تستفيد وتتعلم بشكل عام. إن شاء الله. ممكن تعرفنا بقى عن نفسك؟ أنا ممكن الناس تكون عرفت من الحلقة اللي فاتت أنا مين، عملت إيه، كل الكلام ده اتكلمنا كتير عن الحتة دي، فأنت بقى معايا. طيب أنا مصطفى سيد، خريج أصلًا Computer Science 2016. بقى لي في مجال الmarketing أهو almost 9 سنين. الحمد لله اشتغلت في أكتر من مجال، في أكتر من industry. اشتغلت في مصر وفي الدول الخليج، السعودية والإمارات والكويت. واشتغلت فترة صغيرة في US وكندا. حاليًا co-founder شركة اسمها Apex Advertising، دي شركة marketing agency. وحاليًا digital marketing manager في شركة سياحة سعودي موجودة في القاهرة هنا الoperational office بتاعها في القاهرة. وبconsult في كذا مكان تاني، وtraining trainer في شركة اسمها IMFD. IMFD معروفة في مصر والوطن العربي يعني كشركة شغالة في الcourses في مجال الdigital والmarketing عمومًا. حلو. وعايز أسألك أنت دلوقتي بداية شغلك في الماركتينج كان عامل إزاي؟ أنت دخلت المجال إزاي؟ آآ المجال ده دخلته صدفة بحتة. كنت في أولى كلية الترم التاني، وحد من أصدقائي قال لي: "تعالَ نحضر زي workshop كده ليه علاقة بالsoft skills والbusiness." فيالّا أي حاجة مستفيدة نطلع بيها يعني وخلاص. فكان في حد بيشرح بقى الbasics بتاعة الbusiness والbasics بتاعة الmarketing. فهمت بقى من ساعتها يعني إيه segmentation ويعني إيه 4 Ps والحاجات كانت مكلكعة زمان دي الحمد لله يعني. الموضوع خدني ويعني كان بالنسبة لي فيه قبول حلو، فكمّلت فيه. كان بجانب الكلية طبعًا، بس كنت مذاكر يعني طبعًا جنب مذاكرة الكلية. خلصت الكلية من هنا وبدأت as a freelancer. تقريبًا كنت باعمل كل حاجة. فأنا كنت graphic designer من 2012، فحتى الvisuals كنت باعملها بإيدي. moderation بقى، marketing plan أو الstrategy، الads، تقريبًا كل حاجة كنت باعملها. فده كانت دخلتي للمجال. بعد كده full time job في agency في القاهرة، بعدها in house كsocial media specialist في مكان. بعد كده واحدة واحدة عملت شركة هنا في السويس. اشتغلت فترة بدون office يعني virtually كلها. بعد كده الحمد لله بقى لنا أهو في الoffice بقى لنا 3 سنين وشوية، الحمد لله. دي حاجة جميلة جدًا حضرتك. أنت شايف الدنيا معاك مشيت إزاي، تمام، في بداية ما اشتغلت في الmarketing بشكل عام، تمام. إيه العقبات اللي واجهتك بشكل عام، وإيه الحاجات اللي أنت قدرت تتغلب عنها إزاي؟ العقبات معظمها بتبقى في الlack of knowledge. أنا عندي نقص في المعرفة اللي عندي، مش عارفها كل حاجة، فدي كانت محتاج منّي مجهود أكتر عشان مذاكرة أكتر. كانت عندي مشكلة في السوق نفسه، الناس كانت لسه مش فاهمة يعني إيه marketing، يعني إيه digital marketing. فإنك تبتدي تقنع حد بالحاجة دي وأنت أصلًا مقتنع بيها، بس ما عندكش أي evidence ولا أي دليل تتكلم بيه مع الناس، أو تقول دي هتجيب أو مش هتجيب. كان الموضوع ده كله لسه السوق مش aware بيه كويس. فدي كانت من ضمن العقبات. الmarket نفسه، إنك تeducate الmarket نفسه أصلًا. والناحية التانية lack of knowledge، المعلومات اللي عندي قليلة. كان عندنا مشكلة الأول في الresources إن إحنا نذاكر منها، وقليل لمّا تلاقي حد مثلًا بيعمل course بشكل صح يفهمك أصلًا، مش مجرد إنك تاخد معلومات تشتغل بيها وخلاص. والحمد لله ربنا كان كارمني بحد يكون mentor ليّا من بداية المجال تقريبًا، وهو الشخص اللي ادّاني أول workshop ليه علاقة بالbusiness والmarketing، أحمد عزت. فهو حتى الآن مكمّل معايا يعني الحمد لله. من الناس الجميلة دي. حقيقي. دي حقيقة. طيب حلو أوي. أنت دلوقتي لمّا جيت اشتغلت في المجال الmarketing، تمام، دخلت المجال بشكل عام، أو إيه الحاجات اللي أنت اتعلمتها في العيادة، بعيدًا بقى عن الfood أنت طيب إيه دلوقتي؟ لو بنتكلم في skills، وبنتكلم مثلًا في mindset، طريقة التفكير أو العقلية المفروض تشتغل في الmarketing، يكون حد dynamic جدًا، بيقدر يadapt مع الsituations المتغيرة باستمرار. لإن في الآخر أنت بتتكلم في سوق، السوق ده المتحكمين فيه كتير. ممكن يكون اقتصاد، ممكن يكون أحوال دولة، ممكن تكون حاجات سياسية، ممكن تكون الbehavior أو السلوك بتاع العميل نفسه، سواء هو educated بالحاجة دي أو مش educated بالحاجة دي. فدي حاجة برضه dynamic شوية، فأنت محتاج تadapt مع ده كتير. محتاج communication كويس جدًا، إنك تقدر تفهم اللي قدّامك وتفهّمه أنت عايز تقول إيه، سواء ده هتستخدمها في campaign ليك أو حتى في الcommunication العادي. محتاج skills إن أنت تبقى قادر تتعلّم. الskill بتاعة إنك تعرف تتعلّم دي أصلًا مهمة جدًا، 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 اللي تخلّيك قادر تكمّل وقادر تشوف المعلومة فين أو تقدر تجيبها إزاي وتدوّر عليها. ممكن نقول في كلمة كده نادرًا ما حد بيتكلّم عليها، اللي هي resilience. إنك تقدر دايمًا بتعافر وبتكمّل ومثابر بمعنى أصح لغاية ما تقدر توصل.
ما حدش يقدر يقول لك هتعمل ده وهتوصل، ده كده، بس حتّك مكمّل بتاخد بالinputs اللي موجودة معاك وتكمّل بيها دي في حد ذاتها حاجة تُحسب للبني آدم يعني عمومًا. إيه الحاجة اللي كانت بتinfluence you إن أنت بدأت Habits؟ آآ طيب Apex لمّا بدأت في السويس كان الmain reason بتاعها إن أنا وقت ما بدأت كنت as a freelancer ما فيش حد يعلّمني، ما فيش حد يشتغل معايا، السوق ما كانش educated كويس، فكنت مضطر أنزل القاهرة فأشتغل هناك يعني، فده بالنسبة لي كان مشقة ومُتعب إن أنت طول الأسبوع هناك وتيجي هنا weekend بس. فApex بجانب اللي هو كحاجة تجارية الناس تشتغل فيها وتقدّم service بشكل معيّن، هي برضه الفرصة للناس الموجودة في السويس، حد بياخد course، حد اتعلّم حاجة، يلاقي مكان يطوّر نَفْسه فيه. أنا الحمد لله على مدار ال4 سنين أهو 3 سنين وشوية بشكل رسمي، الناس الحمد لله بتيجي تشتغل معانا سنتين، سنتين ونُص، غالبًا بيكون في opportunity تانية في القاهرة هو شغال فيها، بس اللي ادّيت له الbase الكويس واللي ادّيت له الcommunication والskills اللي في الأول دي كانت Apex الحمد لله. فإحنا بنحاول بس نcut شوية الطريق اللي إحنا عدّينا بيه، أنا ومحمد البنا شريكي في Apex، اللي إحنا عدّيناه اللي هو برضه كان نفس المعضلة بيشتغل في القاهرة، نوفّر على الناس بس هنا فرصة، وفي نفس الوقت الناس اللي بتشوف أفكار creative بقى وحاجات على السوشيال ميديا بتعمل marketing بشكل كويس كbusiness في السويس، يلاقي حد ينفّذ لها وقريب منها بدل ما يبقى في صعوبة communication من السويس للقاهرة، وفي نفس الوقت يلاقوا نفس الجودة، لإن إحنا بنحاول اللي بنتعلمه هناك واللي بنحاول نطوّره هناك بنdevelop it في Apex عندنا وبالتالي على الmarket. دي حاجة كويسة جدًا، اللي هي الواحد بيbelieve فعليًا بالحتّة دي، عشان يعني السويس من أول ما أنت اشتغلت من أول ما أنا اشتغلت كان بالضبط. افتكرت حاجات كتير أوي، يعني إحنا شُفنا العجب جدًا. كتير، عارف اللي هو يعني فضلنا مع بعض كتير نعرف بعض، ده شرف ليّا. الله يخليك يا محفوظ، ده ليّا والله. الله يخلّيك. طيب أنت دلوقتي ممكن تكلمنا كده عن حاجات أنت واجهتها في الmarket أو campaign مثلًا أنت واجهتها، كانت من ضمن الحاجات الغريبة اللي أنت يعني استغربتها حاجات قعدت تضحك عليها مثلًا؟ آآ campaigns غريبة، آآ طيب خلّينا نقول غريبة من أنهي ناحية، يعني هي مثلًا ما كانش متوقع الoutput بتاعها والّا كان إزاي حد عمل حاجة زي دي؟ بالضبط. مؤخرًا في campaign موجودة في القاهرة بتاعة شركة عقارات معروفة، معمولة billboard في الشارع، يافطة قد كده تاكل أي عين يعني، فيها واحدة واقفة شعرها حلو بس، فده لو معمول hair care product كان أعتقد أو شامبو أو أي حاجة أعتقد ده كان أنسب إعلان ليها، مش إعلان عقارات خالص يعني. فدي حاجة غريبة ودي ليها أسبابها كتير يعني من ضمن الأسباب إن الشركات الكبيرة بتعمل billboards عشان بس تبان إن هي كبيرة مش أكتر، بغض النظر هي بتقدم message والّا مش بتقدم message. ما فيش أي message للأسف في الموضوع ده. هي الفكرة كلها في حتة الbillboard دي عشان أنا ابتديت آخد بالي it's all about الموديل فعليًا. يعني أنا لمّا بانزل القاهرة تمام، ألاقي طريق السويس كله models. بعد الرحاب والكارتة. بالضبط، بالضبط كده. خصوصًا في الموديل تمام. أنا مش عارف ليه هُم بيستخدموا الmethodology دي، طبعًا يعني methodology بالنسبة لي غريبة جدًا، ما باحبهاش خالص، فبس يعني كل واحد وليه طريقته. بُص أنا دايمًا باقول حاجة، كل واحد عنده قناعة وعنده وجهة نظر ممكن يقولها ويحكم على اللي قدامه، بس still إحنا مش في المطبخ. maybe تكون الcampaign دي رغم بشاعتها بالنسبة لنا، هي بتachieve الأرقام بتاعتهم، فwhy not؟ بس والmarketing كل حاجة مفتوحة يعني تقدر تلعب بيها، ما دام بتachieve الresult بتاعتك والobjective بتاعك ليه لأ؟ هو فعليًا في المجال ما ينفعش نبقى judgmental في أي حاجة، خالص، هو based على الclient هو محتاج ما دام برّه المطبخ خلاص. فعليًا. إيه الحاجات اللي أنت في المجال تمام، من الأول كده إن أنت تكون عارفها؟ خلّيني أقول مثلًا يمكن دي حاجة technical شوية، بس وأنت بتذاكر في عندك شقين، يا إما تبقى hard worker يا إما smart worker، يا تشتغل بشكل smart ودي حاجة حلوة جدًا هتعمل لك short cuts حلوة، بس لمّا تلاقي ناس كتير بتشتغل smart مش هتلاقي حد عنده الbasics اللي هي بتيجي بالhard work. فالحاجة اللي أنا كنت أتمنى أبقى أعرفها إن أنا mix ما بين الاتنين مش هاشتغل hard worker بس، hard working علّمني حاجات كتير بس أعتقد لو كنت حطيت الsmart working معاها بشكل نسبة معقولة، كان مش يعني أكبر نسبة اللي أنا اشتغلت بيها، أعتقد كانت هتفرق معايا جدًا في الcareer. يعني باstick للbasics كتير، أنا حد بيbelieve إن في الbasics، back to basics دايمًا باقول الجملة دي، فشوف الbasic بيقول إيه، الأساس بيقول إيه، عشان تعرف تبني عليه أي حاجة تانية، بس I think لو كنت زوّدت الجزء بتاع الsmart كان فرق شوية في الprogress بتاعي في الcareer. حلو أوي. طب أنت في حتة الcontent creation مثلًا حتة بقى deeply كده إن في المجال بتاع السوشيال ميديا ماركتنج أو الdigital marketing بشكل عام، أنت دلوقتي
بتبليف ان الحد مثلا لازم يبقى سوشيال ميديا سبيشالست، ولا بتبليف ان كل واحد يشتغل في الاختصاص بتاعه؟ بُص دي خناقة أي كورس بادّيه أو أي session بادّيها السوشيال ميديا specialist أنا بالنسبة لي هو جوكر المجال، ده title أي حد يشتغله في أول سنتين 3 بالكتير أوي في مجاله، ليه؟ لإن ده بيعلّمك تشتغل content creation تشتغل planning وstrategy تشتغل ممكن media buying ممكن تاخد إيدك في الmoderation بتبقى بتhandle الcommunication ما بين الteam كلّه الdesigners بقى مش عارف الcontent creator بالmoderator بكل بالmedia buyer فده يخلّيك طالع من ال3 سنين أنت عندك knowledge وexperience حلوة جدًا، منها تقدر تقول هنتحرك في الsection ده في الtrack ده الcontent الmedia buying الstrategy وهكذا. فأنا باحس إن ده title مؤقت مش دايم، خصوصًا في مصر والوطن العربي، إنما لو بنتكلم في دول تانية لأ، هو الtitle ده ليه position بتاعه وليه الjob of ال scope of work بتاعه بالdescription بتاعه بكل حاجة، غالبًا حد بيعمل strategy بس وبيaudit على الstrategy إنها بتتنفذ صح، بيتابع الprogress والKPIs بتاعته. بس الفكرة كلها بتبقى في الحتة بتاعة السمول بزنسز. ما هو الsmall business ده غصبٍ عنه وده اللي موجود دلوقتي، يعني بسبب الوضع الاقتصادي دلوقتي الناس بتبقى فيها صعوبة شوية في الشغل والعمالة والكلام ده كله، أنا عايز أcut cost عندي، فبدل ما أجيب marketing team كامل social media بقى specialist وcontent creator وmoderator والكلام ده، باجيب حد يعمل كل حاجة، ودي من الskills بالضبط ودي من الskills المطلوبة دلوقتي في السوق، إن أنت تعرف تعمل أكتر من حاجة، ما تبقاش تعمل حاجة واحدة بس، مش لازم تبقى شاطر فيهم كلهم، بس at least واحد شاطر فيهم 100% والباقيين 50، 60% أو بالأقل خالص 40%. ده بيخلّيك ليك potential أكتر في السوق، وفي نفس الوقت أنت بتحل مشاكل في السوق، أنا بدل ما أروح أجيب 5 مش قادر afford الcost بتاعتهم، أروح أجيب واحد بس يعمل دي. طبعًا مش fair ومش في كل المجالات، ومش في كل الsteps بتاعة حياتك، ومش كل الsteps بتاعة الcareer، بس at some point أنت محتاج حاجة زي دي. طيب حاجة بس شفتها امبارح، اللي هي كانت من ضمن الحاجات اللي أنا شفتها غريبة جدًا، هي دي الحاجة اللي تضحّك بجد. في حد حاطط flyer سعر السوشيال ميديا اللي هو بيقدّم سوشيال ميديا للناس بreels بكل حاجة. باكيجات؟ لأ يا ريت، هو كان حاطط package واحدة بس ب450 جنيه. تمام. هتقدر تشتري، مش فاهم هي في البوست والّا في اليوم. بتعب. reflect على دي حاجة، ممكن دي حصلت بسبب الpositioning اللي حصل للمجال في السوق. يقول لك دي شغلانة جانبية اكسب فلوس وأنت قاعد في البيت، اكسب فلوس من على سريرك، لو أنت شاطر في الكتابة تعالَ خلّيك content creator، لو أنت شاطر في التصوير تعالَ خلّيك reel creator. الحتّة دي خلّت المجال كweight قليل، فأي حد شايفها سبوبة هيعمل بيها قرشين وخلاص. ما بقيتش أعمل بس يعمل ب150. هو بالنسبة له عادي هيعمل لك حاجة سريعة، هاشغّل لك إعلان هاخد منّي 450 جنيه، بالنسبة لي دخْل تاني، ده طبعًا بوّظ السوق. كوك بريد وcontent وكل حاجة يعني. ما فهمتش ما بجد. عنديش بصراحة أي justification للموضوع دوّة. ولا أنا. يعني أنا كنت باتناقش مع حد كده امبارح في الحتة دي، باقول له ده لمّا شُفت مثلًا حد في 2019 شغال بضِعف الرقم ده، قعدت أضحك عليه مش فاهم. بس يعني خلّيني برضه أقول نقطة 2016 وقت ما بدأت، إحنا حرفيًا كنا شغالين مع حد كان مطعم وكان كبير في السوق، وكنا بناخد منه totally رقم ما يكفّيش قعدتنا في كافيه عشان نعمل meeting ونضبّط الplan بتاعتها، بس ده علشان نقدر نعمل ده أو عشان ليه عملنا ده، علشان إحنا كنا طالعين كلّنا الexperience بتاعتنا student activity فإحنا عايزين نعمل حاجة commercial فعلًا في السوق، حد لمّا آجي أقول له ده الportfolio بتاعنا فيصدّق فينا، مش يقول لي ده طلبة والّا شباب عايزين نساعدهم وخلاص، فكان ساعتها وقت لازم تيجي على نفْسك فيه شوية علشان تقدر تشتغل حاجة زي دي، بس still ساعتها السوق ما كانش فيه أصلًا شغل، ما كانش فيه الخدمة دي، فلمّا تيجي تحط أنت بتset price لده ما حدش هيلومك عليه، بس في الوقت الحالي لأ، الناس حاطة pricing ليها وفي شغالين بstandards معيّنة، فإن حد ييجي يشتغل بالشكل ده فمش عارف بصراحة، بس هارجع أقول برضه كل حاجة ليها الsegment بتاعتها، هو لو اشتغل مع حد قابل إن هو يشتغل شغل السوشيال ميديا ماركتنج ب450 جنيه، فأكيد ده حد مش aware بقوة السوشيال ميديا وبالvalue اللي فيها فعلًا، فبالتالي ما عرفش يevaluate القيمة دي، فخد السعر ده وخلاص. لكن في clients ممكن تشتغل معاه، أنت أصلًا الclient بيevaluate بالسعر بتاعك، أنت لو ما اديتلوش سعر reasonable بالنسبة له، غالبًا مش هيشتغل معاك، هيقول لك لأ أنت كده الشركة هتتسلم ومش هاشتغل معاك. فدي considered معانا في كام point يعني. ممكن نتكلم على medium campaign أو medium account بشكل عام. شايف الmedium account ده يكون فيه مين؟ يعني مين؟ إحنا دلوقتي اتكلمنا على الحتة بتاعة الsmall businesses هي بتحتاج الsocial media specialist. طب لو إحنا بنتكلم على medium business بشكل عام. الmedium businesses لأ محتاج يا إما هتحتاج تطلّع الشغل الagency برّه، ودي ليها مميزاتها وعيوبها، يا إما يبقى عندك الteam كلّه in house ودي برضه ليها مميزاتها وعيوبها، بس at least إن في الآخر أنت محتاج team.
مش هينفع شخص واحد خالص. تيم اللي هو content creator ممكن يبقى social media specialist بيعمل الcontent بس مش هو اللي بيعمل الads، مش هو اللي بيعمل moderation على الpage. اشمعنى مش هو اللي بيعمل yes؟ علشان الشخص اللي هيبقى عارف ads وعنده experience فيها عشان يmanage budget أو campaigns لbusiness بالحجم ده، ما ينفعش يبقى حد بيجرب في الads. يكون حد معاه budget معينة عارف يعمل لها plan وعارف يspend بشكل صح. لكن لو حد social media specialist وبنقول كده اللي هو إيه بيخبط في كل الtracks، صعب يخبط في كل الtracks اللي مع بعض في business بالحجم ده. في operation محتاج يشوفه، في content plan محتاج يعملها، في spending وcampaigns محتاج يتابعها، صعب يعمل ده على الscale ده. طيب حلو. إحنا كده دلوقتي بنتكلم على إن يبقى في شخص video buying وشخص content creator وشخص moderation. بالضبط، أو at least الsocial media specialist هيبقى هو الcontent بس معاك حد media buyer ومعاك حد الmoderation. على الأقل في ال3 حاجات دي متغطية بشكل أكتر، فأنت كده على الحتة بتاعة الmedia مكملة. طيب حلو. أنت دلوقتي في المجال بتاع السوشيال ميديا بشكل عام، بتشوف الناس مثلًا إيه أفضل حاجة الواحد ممكن يشتغل عليها؟ بمعنى إيه الchannel الكويسة اللي الناس لو حد مثلًا لو شركة دلوقتي عايزة تشتغل في المجال بتاع السوشيال ميديا تمام، ومسكت account، إيه أفضل channel ممكن تشتغل عليه؟ channel كsocial media channel آه. خلّيني أوضّح دي شوية إن ما فيش حاجة اسمها أحسن channel، في حاجة اسمها الaudience بتاعي موجود فين وهاروح له بأنهي channel. أنا في دايمًا كده باقول حاجة دَوّر على الmix اللي يخلّيك تعمل الmaximum result بأقل effort. يعني دلوقتي أنت عندك TikTok، عندك Facebook، وعندك Instagram، عندك Snapchat، عندك Twitter، صعب تطلع على كل دول مع بعض وأنت شركة صغيرة، فهتروح تشوف إيه أكبر platform عليها الaudience بتاعك. فلو قُلنا say الaudience بتاعك من سن 12، 13 سنة لغاية سن 34 سنة، هتلاقيهم TikTok، Facebook وInstagram. هتلاقيهم Twitter بس مش كتير، هتلاقيهم Snapchat بس مش كتير. Snapchat وTwitter مشهورين أكتر في الخليج، موجودين في مصر بس مش الناس مش العدد الكبير. طيب ال3 platforms دول كلّهم في حاجة common ما بينهم الreel. ال3 بيشتغلوا بنفس الفيديو بنفس المقاس، فأنت ممكن تعمل content واحد بس هو reel واحد بس ينزل معاك TikTok story والfeed بتاعك عادي، الInstagram reel وstory، الFacebook reel وstory والvideo feed. الvideo feed بتاع Facebook هو مكان مختلف تمامًا عن المكان بتاع الreels، فأنت قادر تpublish على 3 platforms في almost تقريبًا 7 placements في 3 platform في content واحد بس. فحتّة أنهي channel أفضل، لأ أنت شوف الaudience بتاعك فين وروح له، وحاول تmaximize الresult أو تmaximize الoutput اللي بتطلّعه بالminimum effort بتاعك. إيه رأيك في الupdate الجديد بتاع الإنستجرام؟ كارثة. كارثة وكارثة. يعني المصائب قوم عند قوم فوائد. لو أي حد كان مأخّر الplan بتاعته ما خلّصش الcontent فقدر يعدّل قبل ما يpublish حاجة، بس اللي كان publish خلاص فللأسف راح. لأ الحمد لله ما لبسناش، لإن كنا عارفين الupdate ده من بدري، وكنا عارفين إن هو مسمّع في accounts كتير قبل ما يسمّع عندنا في مصر بشكل رسمي. فإحنا already كنا الplan بتاع شهر يناير دي كلّها عملنا الadjustment وشغالين بالمقاس الجديد. بس كنا عاملين trick كده مش ألطف حاجة لمّا الupdate ده عمل، إن إحنا حاطين الlogo والmain content والmain message بتاعتنا في المقاس الsquare، في حين إن لسه في جزء فوق وجزء تحت مختفي في الgrid نفسها. فلمّا الupdate حصل والadjust حصل، بقت الlogo فوق شوية عن الطرف اللي تحت، يعني الcontent بقى متسنتر مش واخد المقاس كلّه. بس في الآخر يعني حاولنا نفيد على قد ما نقدر يعني. طب حلو. أنت دلوقتي في الحتة بتاعة السوشيال ميديا بشكل عام، تنصح الناس إزاي إن هي تطلع من حتة السوشيال ميديا للdigital marketing؟ وممكن بس يعني نتكلم برضه قبلها كده عن إيه الفرق ما بين السوشيال ميديا والdigital marketing؟ طيب لو اتكلمنا عن الفرق بين السوشيال ميديا والdigital marketing، هو مش فرق ما بينهم قد ما هي أنت عندك حاجة اسمها marketing بيطلع جواه حاجة اسمها ال4 P's الناس كلها عارفينها، مثلًا price وproduct وplace وpromotion. promotion ده جواه حاجة اسمها advertising، جوه الadvertising في عندنا channels، فمنها الdigital marketing اللي جواه حاجة اسمها social media. فهي ما فيش comparison أصلًا، هي دي tool من جوه tool كبيرة اسمها digital marketing. فأنا دلوقتي اشتغلت في الجزء بتاع السوشيال ميديا، ده اداني skills في الcontent creation، اداني skills في الcustomer service اللي هي الmoderation بمعنى أصح، اداني skills في الplanning كسوشيال ميديا، اداني skills في الmedia buying لو اشتغلت ad. قدامي إيه تاني في الdigital marketing؟ قدامي حاجة اسمها SEO search engine optimization، إن أنا إزاي أعدل الweb site بتاعي يبقى optimize لمّا حد ييجي يسيرش على كلمة ليها علاقة بالbusiness بتاعي الweb site بتاعي يظهر. عندي حاجة اسمها mobile marketing، فالmobile marketing ده برضه ده track كامل وكبير مش قليل خالص، مش واخد حقه في مصر برضه للأسف. عندنا الcontent creation ده في حاجة اسمها content marketing، ده track برضه لوحده كبير. والmedia buying برضه ده track لوحده كبير، بس اللي يخلّيك تشتغل في الcontent في الحتة دي هيدّيك indicator كده أنا هاعرف أكمّل في الحتة دي والّا لأ. والmedia buying نفس الفكرة، لو أنا لقيت نفسي مش حابب الأرقام مش حابب الanalysis يبقى track الmedia buying مش هينفعني. فاللي عايز يكمّل في الجزء بتاع الdigital marketing محتاج يتعلم الSEO، محتاج يتعلم الmobile marketing أو على الأقل يقرا عنه ويفهم هو عبارة عن إيه، عشان ده برضه هيخلّيك في الآخر قادر تقول الbusiness ده محتاجين نشتغل معاه mobile marketing، هل الapplication ده أصلًا محتاج إيه عشان نعرف نقرا data من عليه.
فده برضه تراك كويس جدًا. فدي الtracks بتاعة الdigital ممكن أي حد بقى والإيميل بقى. طبعًا والemail marketing طبعًا. يمكن أنا هاقول لك نسيته شوية عشان مش واخد حقه أوي في مصر، بس في industries هو لأ في مصر كمان برضه واخد حقه في industries معيّنة مش كبيرة، بس overall ما حدش بييجي ناحية الemail marketing. هو الcorporate بشكل عام هو كلّهم شغالين بقى أروع نتيجة. هتلاقيها حلوة جدًا مثلًا مع مواقع الe-commerce الكبيرة. بعد ما تشتري الorder يبعت لك الinvoice بتاعته على الmail، وبعدها يبتدي upsell عليك من جوّه الemail بproducts شبه اللي أنت اشتريتها. فهو لطيف، بس هو زي ما قُلت لك هو مهدور حقه في مصر بس. فدي حقيقة، بس هي based على إن أنت برضه زي ما أنت كنت بتتكلم كده في حتة الaudience، فلازم هي based على الaudience بتاعك وbased على أنت بتقدّم إيه بشكل عام. حلو، إحنا كده اتكلمنا على الحتة بتاعة السوشيال ميديا إن هي حاجة من ضمن الحاجات الdigital marketing. طيب جوّه السوشيال ميديا نفسها إيه الplatforms اللي هي already جوّه السوشيال ميديا؟ الplatforms ما أعرفش هنعرف نحصرهم والّا لأ، بس عندنا TikTok، عندنا social media الحاجات اللي أكتر فيسبوك. TikTok وFacebook وInstagram وTwitter وSnapchat وYouTube طبعًا. بقى في ناس كتير مش بتصنّف يوتيوب as social media. as إيه طيب؟ دي هييجي وراها رغي شوية. دي حقيقة. أنا مش عارف ليه هُم بس أنا فاهم الحتّة دي، بس هُم في ناس مش بتصنّف يوتيوب as a social media، هي بتصنّفه as a video player الفيديو بشكل عام تمام. فهي دي الفكرة. بُص، لو جينا اتكلمنا في النقطة دي، الmain search engine دلوقتي للGen Z والجيل ألفا اللي طالع ده TikTok وFacebook وInstagram. الناس بتسيرش في الsearch بتاع الplatform، مش بيسيرش في جوجل أصلًا. فالموضوع برضه اختلف based على الbehavior بتاع الناس. فلأ هي في الآخر social media. أنت بتshare حاجة، بتshare مع الناس حاجة، سواء بقى إيه شكل الcontent ده اللي بيختلف، سواء بتعمله as a text، سواء بتعمله as a video. والدليل على كده إن يوتيوب لمّا جه فترة من سنتين تقريبًا أو 3 سنين، بدأ يبقى فيه صور. فأنت بقيت بتpublish صور. طب ليه؟ لإن خلاص هو لقى إن البساط بيتسحب من تحت رجليه، الreels بقت في الفيديوز بقت في فيسبوك كتير، بقت في تيك توك كتير. قال لك خلاص هاعمل زيهم نفس المسج vertical. بعد ما عمل vertical قال لك لأ ده أصل هُم بينزّلوا صور أنزّل زيهم صور. فهُم كلّهم بيحاولوا يبقى أنا الone stop social media platform. أخش هنا مش هاطلع، فيها كل أنواع الcontent بس. وتيك توك مؤخرًا بقى فيه صور. بس هي الفكرة كلّها في حاجة، المحتوى اللي موجود. أنا مش من الناس مثلًا اللي بتحب المحتوى اللي موجود على تيك توك شوية، أنا عارف إن هو way of marketing رهيبة جدًا. تيك توك business way of marketing رهيبة جدًا، شُفتها. بس هي الفكرة كلّها في حاجة، أنا عارف إن الtarget segment بتاع تيك توك هو ناس صغيرة تمام، مما لا يتناسب مع المحتوى اللي موجود على تيك توك. طيب خلّيني أقول لك حاجة في المعلومة دي based على الinsights. الأول ما تيك توك طلع قُلنا إن هو بتاع الGen Z وعيال صغيرة بس، حرفيًا كنا بنقول عليهم عيال مش أطفال ولا سِن صغير. دلوقتي تخش على تيك توك، لأ التيك توك الsegment اللي عليه من أول 12 سنة لغاية 40 سنة، 44 سنة، وكلّهم active users مش مجرد إن أنا عندي account هناك. التيك توك بس فيه ميزة كده مش موجودة في كل الplatforms، إن الalgorithm بتاعه للprofile بتاعك بيتجدد كل 14 يوم. فأنا لو النهارده باتفرج على videos ليها علاقة بأغاني أو ليها علاقة بcontent entertaining عمومًا، بعد 14 يوم لو أنا غيّرت الinterest بتاعي الvideos كلّها اللي هتظهر لي ليها علاقة بالbehavior الجديد بتاعي أو الinterest الجديد بتاعي، عكس المنصات بتاعتنا العادية. أنت المنصات عندك بتطوّل شوية معاك 28 يوم على ما تupdate الinterest بتاعتك على الalgorithm. فلأ أنت دلوقتي بتقدّم educational content على تيك توك، بتقدّم entertaining content على تيك توك. تيك توك أصلًا بتصنّف الcontent بتاعها، إحنا عندنا UGC user generated content. كان مسميّة الcontent بتاعها entertaining content. فهي مش حتى مش UGC مش content pure، لأ إحنا entertaining content، إحنا content بيخلّيك تتبسط. هي الفكرة بس اللي مش أنا كوجهة نظري برضه كمصطفى مش أفضل حاجة، إن الcontent اُختزل في الshort videos، وده خلّانا مضطرين نقول قشور، والقشور مش بتعجب الناس. الناس بقى تركيزها أقل بكتير، عايزة تاخد المعلومة بسرعة، وده ما بيكونش fair ولا كافي ليها إنها تعرف الtopic ده. فتلاقي الفيديو فيه معلومة مش واضحة ومش كاملة، وتلاقيها عاملة shares قد كده وsave قد كده، بس علشان هي تبان من برّه إنها حلوة. زي فكرة بقى اتعلم برمجة ويقبض $30,000 في الشهر، زي فكرة اتعلم marketing ويقبض مش عارف كام دولار في الشهر. الحاجات دي يعني بتشوفها كتير. كان في حاجة أنا شُفتها كده مؤخرًا، كان يعني حد بيتكلم على الحتّة بتاعة الreels بشكل عام، اللي هي حتّة مؤذية. سيكولوجيًا وبالنسبة لعقلك. أنا كنت قريت حاجة زي كده فعلًا، مش فاكر ال الكلام بتاعها إيه بالضبط، بس كان بيتكلم على حاجة اسمها focus span.
أنت الfocus بتاعك بيفضل لمدة قد إيه، وعلى حسب ما أنت عوّدت دماغك وعوّدت عقلك ياخد المعلومة في حجم قد إيه، بقيت أنت بتمِل إنك تاخد معلومة في وقت أطول، فبقيناش interested خلاص بالcontent الطويل، دايمًا مهتمين بالcontent القليل، ليه؟ معلومات كتير، كتير بتخش دماغك، فأنت بتبقى زي الشخص المدمن هو satisfied أوي بالجرعة اللي خدها، بالدوبامين دي. شايف صغيرة. أنت خدت جرعة دوبامين كبيرة عشان معلومات كتيرة في وقت قليل، فهتلاقي نفسك مبسوط بده، بس actually أنت مش فاكر ولا معلومة من اللي اتقالوا، ودي نقطة بقى مهمة جدًا. إحنا كده اتكلمنا على الحتة بتاعة الreels دي، حاجة من ضمن الحاجات اللي فعليًا الواحد يشوفها كارثة ساعات. ده حقيقي. ده حقيقي. بجد عشان الواحد يعني من ضمن الحاجات المساوئ بشكل عام في السوشيال ميديا، إن أنت ممكن تبقى قاعد كتير عمّال بتلاقي نفسك اتفرجت على reel ورا reel ورا reel. عارف أنت الساعة بتاعة بالليل اللي بمقدار 5 ساعات قبل ما ننام. دي، داخل السرير الساعة 12:00 تسكرول تلاقي الساعة 3:00 4:00 ما كناش نعمل أي حاجة لسه. قُل هيقعّد الناس في البيت والّا مش هيقعّد الناس في البيت؟ ده طبعًا. كمّل. طيب وجهة نظري برضه أنا ما باحبش أقول الحاجة مطلقة، باحب أقول دي وجهة نظر مصطفى، لإن ممكن يكون وارد تصيب أو تخطئ يعني. بس أنا شايف لو أنت عارف أنت بتعمل إيه في شغلك، الAI هيساعدك تعمله، لكن لو أنت مش عارف بتعمل إيه في شغلك، الAI مش هيساعدك تعمله، ولو حد تاني عارف يعمل إيه في لو حد تاني عارف بيعمل إيه في شغله، هيبدّلك بالAI، لإن هو عارف هو عايز إيه من الAI بالضبط. يعني مثلًا الcontent creation أنا عشان أعمل content plan دلوقتي، أنا بادخل على الAI say ChatGPT بادّي له brief على الbusiness كلّه، أنا عامل chat كامل للbusiness ده، مفهّمه أنا باتارجت مين، الbusiness عندي قوي في إيه، المميزات اللي عندي إيه، العيوب اللي عندي إيه، عايز أداري إيه، وهكذا. باطلب منه content plan ليها objective معيّن، بادّي لي persona وهو بيطلّع الأفكار كلّها بعد ما adjust معاه الأفكار وأقول له دي تمام، يبتدي يطلع لي الcontent نفسه. أنا لو مش عارف الprocess دي، مش عارف الbriefing اللي بادّيه للChatGPT مش هاعرف أطلّع الcontent plan. لكن لو أنا داخل قُلت له ادّيني 10 أفكار creative عشان أبيع مش يجيب لك حاجات من الشرق والغرب. تطلّع social media strategy social media plan كاملة في ساعة زمن مع ChatGPT وتكون متفصّلة بكل حاجة، بس عشان عارف السوشيال ميديا strategy أو plan متكوّنة من إيه، وكل واحدة هاطلبها منّه إزاي، وكل واحدة عبارة عن إيه جواها، وهكذا. فلأ الAI مرعب جدًا في الupdates بتاعته، بس محتاج تبقى updated معاه أول بأول، وتحتاج تفهم شغلك وتشوف هتستخدم AI إزاي. ما تجروش يا شباب ورا الtools الكتير واللينكات الكتيرة في الposts دي، ونعمل share ونعمل save مش هتفتح ولا حاجة بيهم، شوف أنت محتاج إيه وروح دَوّر عليه. أنا دايمًا باقول كده، حد ييجي يقول لي: "يا مصطفى عايز أتعلم Google Ads، عايز أتعلم social media ads، عايز أتعلم مش عارف إيه." أنت محتاج إيه دلوقتي روح اتعلمه، هتجمّع courses وهتذاكرها وهتركنها وهتنساها، ما تستفادش أي حاجة. شوف اللي محتاجه دلوقتي وروح دَوّر على المعلومة بتاعته اللي تفيدك في شغلك واتعلمها. عايز حاجة في الAI، عايز إيه في الAI، طلّع صورة، طلّع content، طلّع plan، طلّع charts. أنا من كام يوم كنت مزنوق في plan لtimeline لنُص يناير التاني وفبراير ورمضان، عشان أقنع client معايا إن إحنا محتاجين نشتغل بالtimeline ده. أنا في دماغي رسمة الtimeline، اديت brief عبارة عن تقريبًا 6، 7 سطور لChatGPT، طلّع لي الtimeline كلّه مكتوب. خدت الtimeline ده رُحت على حاجة اسمها napkin tool، حطيت عليها الcontent بتاع الtimeline، رسم لي chart كامل بالtimeline بالsteps اللي هنمشي فيها، حطيتها بPowerPoint، طلعت الcontent هناك من ChatGPT، كمّلت، خلصت الpresentation كلّها في ربع ساعة. في حين إن أنا كنت قعدت عملتها manually خَد مني 3، 4 ساعات، بس في الآخر عشان 3، 4 ساعات عشان أنا في القعدة 4 أيام. لا، لا، هي كانت كلّها على بعضها 7، 8 slides يعني، بس في الآخر أنا عارف أنا عايز إيه، وهاعمل إيه مع الclient، وعايز أقنعه إزاي. حتى أنا قُلت له عندي challenge مع الclient إن هو بيdebate معايا في الحتّة دي، في conflict ما بيننا هنا، هو قال لي handle ده إزاي، فلأ هو فظيع، بس أنت محتاج تعرف هتستخدمه إزاي، دي أهم نقطة. طب تقول ليه للناس اللي هي اللي شغالة content creation في الحتة دي؟ عشان أنا باشوف إن هُم بيقعوا في غلط كبير، غلط كبير جدًا. ما تستسهلش الأفكار اللي طالعة من الAI خالص. أنا دايمًا باقول حاجة، عشان تبقى content writer شاطر محتاج تقرا كتير. الdesigner بنيجي نقول له محتاج تتفرج كتير، يبقى عندك حصيلة بصرية تعرف تmix it وتطلّع منها الdesign بتاعك أو الvisual بتاعك. لو ما عندكش حصيلة بصرية، ما عندكش حاجة تget inspired منها وتطلّع الdesign بتاعك. content writer نفس الفكرة، لو أنت ما عندكش حصيلة لغوية بقصص بقى بstories بروايات بكل اللي فيها، مش هتعرف تmix الكلام ده وتطلّع الcontent بتاعك. ده كده من ناحية الكتابة. الcontent creator اللي بيcreate الcontent بغض النظر الtype of content إيه، أنت محتاج تبقى inspired في حاجات كتير. اسمع في الشارع في الميكروباص وأنت اسمع الناس اللي حواليك، اسمع راديو، اسمع بودكاست، شوف فيديوز وإعلانات قديمة، شوف designs على Behance أو Pinterest. حاول تدخّل في دماغك as much as you can من الcontent عشان تعرف تmix it وتعرف تلاقي reference دايمًا لأفكارك. عشان دي creator مش content writer. sorry content creator مش content writer.
بس فالAI هيساعدك يطلع لك الأفكار، بس في الآخر أنت الفكرة دي make sense بالنسبة لك والّا لأ؟ لو أنت مش عارف أنت عايز إيه بالضبط، مش هتعرف تحكم عليها، هيدّيك أفكار حلوة جدًا بس زي ما بنقول كده إيه، متعود يطلّعها كل الناس الكلمة المشهورة elevate your business دي AI. أول ما يكتبها لك ويحط لك جنبها صاروخ كده دي AI. أي نعم في tools تانية بتحاول تخلّي تشعبُل لك الcontent بمعنى أصح ما يبقاش AI، بس still لو أنا مش عارف الفرق ما بين الcontent اللي بيطلع من الAI والcontent اللي أنا عايز أطلّعه، مش هاعرف أفرّق ما بينهم، وبالتالي هاستخدم الcontent as it is وده هيلغيني. ولو أنت اعتمدت على الAI يطلع لك كل حاجة، فأنت بعد فترة زي ما الreels أثّرت على طريقة تركيزك وفترة تركيزك، هتأثّر إن أنت ما بقيتش قادر تشتغل. دي معلومة برضه بيولوجية، ممكن نسميها بيولوجية لو هي صح كده، إن دايمًا البني آدم شغال بالsubconscious بتاعه مش بعقله. ليه الsubconscious عقلك اللاواعي بيستسهل ويعمل لك الحاجة اللي أنت عايزها من غير ما تفكّر، عقل الإنسان طبيعي كسول. فلو أنت واقف بتصلّي مثلًا دلوقتي هتلاقي نفسك بتقرا الفاتحة أوتوماتيك، حتى لو مش مركّز فيها، حتى لو في دوشة حواليك، تقرا سورة قصيرة بكل سهولة. بس تعالَ بقى هات سورة أنت لسه بتحاول تحفظها جديد، هتلاقي معاناة وجسمك بيسخن وبتعرق وأنت بتفتكر السورة والآية، ليه؟ عشان عقلك بدأ يشتغل. نفس الفكرة، لو أنت استسهلت مع ChatGPT هتحس الtask خلصت، هتبقى satisfied بس هي مش حلوة، لكن محتاج عقلك يتعب فيها شوية عشان تقدر تقول دي تمام وتشغّل مخّك شوية مناسبة للpersona وهكذا. ف فلأ ما تتكلش على ChatGPT، اتكل عليه كفكرة وadjust يدّيك input تكمّل بيه الفكرة بتاعتك، لكن لوحده وتاخد الcontent as it is ده مش أحسن حاجة خالص. دي حقيقة عشان أنا باشوف الcontent creator بالذات بيشتغلوا الحتّة دي، ودي من ضمن الحاجات اللي هو ما بيحبهاش فليه؟ خالص. أنت بتلغي نفسك. ده حقيقي. تعالَ نتكلم شوية عن حتّة الpersonal brand آه. بما إنّك أنت بقيت بتعمل videos على الحتّة دي، والحتّة دي شايفها حتّة شيّقة يعني. آآ بُص وجهة نظري في الpersonal branding هي ما بتعملش content على السوشيال ميديا. الpersonal branding لازم يكون في الآخر هو attitude عندك، بتحاول يعني تقول إن أنت شاطر في الحتّة دي، بغض النظر بقى نزّلتها في content نزّلتها في مساعدة حد offline من غير ما حد يسمع عنها أصلًا، وهو word of mouth تكبّر الموضوع معاك، بس هي مش دايمًا بالحتّة بتاعة الcontent. أنا الcontent اللي باحاول أقدّمه الفترة دي، هي بس أفكار عندي كاتبها في note على الموبايل، فكل فترة ما ألاقي عندي وقت عايز أتكلّم في الحتّة دي، ليه؟ مش شايف ناس تتكلّم فيها. بس الpersonal branding برضه مهم جدًا إن الreach والimpressions والviews لا تعني إن أنت بتعمل personal branding حلو. الpersonal branding هو investment بتعمله، استثمار بتعمله بوقتك وبمجهودك في content المفروض يجيب لك outcome بشكل معيّن. إيه الoutcome ده؟ أنت اللي محدده. عايز الناس تشوفك حد consultant ماشي، تشوفك حد content creator ماشي، تشوف لك influencer ماشي ما عنديش مشكلة، أيًا كان محتاج الناس تشوفك إزاي، قدّم content يفيد على ده عشان تلاقي الoutcome. لو أنا باقدّم content عايز أposition نفسي كمصطفى في حتّة بيقدّم course بيقدّم consultations بيقدّم خلّينا مثلًا في الlevel ده، خلاص أنا هاقدّم content ما ينفعش يتقدّم لحد لسه بادئ المجال. ليه؟ أنا عايز أقدّم حاجة اللي يقراها أو اللي يسمعها أو اللي يشوفها حد position في الboard أو في الmarketing team أو في الbusiness في الboard بتاعة الشركة عمومًا، فهو يقول لك الشخص ده أنا عايزه يconsult معايا في الحتّة دي، أو course مثلًا لحد في advanced level. لكن مش هاجي أقول لك تعالَ أقول لك ليه campaign بلبن جابت 100,000 مشاهدة والّا مليون مشاهدة في 3 أيام. دي بالنسبة لي فاشلة ليه؟ لإن في حاجة اسمها world view ده type of content اسمه world view. world view جات منين؟ إن أي حد في الدنيا ممكن يعجبه الcontent ده. بالضبط. فأنت تيجي تقول ليه بلبن أو إزاي بلبن حقق 100,000,000 مشاهدة في 3 أيام، أنا وأنت وكل الناس اللي معانا في الأوضة دي دلوقتي يقول لك إيه إحنا عايزين نشوف ليه. ممكن يكون مهتم بالmarketing مش مهتم بالmarketing برضه قال هاشوف ليه. فده بيجيب reach وviews وimpressions كتير، بس هل هيconvert معايا؟ لأ. خدت من وقتي، خدت من مجهودي، وعملت setup وطلعت صوّرت واتكلمت وبتاع، ثم ولا حاجة، اتعمل لك لايكس وشير بس كده. خدت إيه منها الناحية التانية؟ ولا أي حاجة. بس فدي النقطة بتاعة الpersonal branding ركّز أنت عايز الناس تشوفك إزاي، بغض النظر الcontent اللي هتقدّمه شكله عامل إزاي، فيديوز والّا والّا text والّا صور، ومش بتيجي بصورتك بتاع صباح الخير وكوباية القهوة، ده مش personal branding كانت الانتخابات فاهمني؟ ف فلأ الpersonal branding هو حاجة محتاجة مجهود، وتعامل مع نفسك إن أنت business، إن أنت لو عملت personal branding زيادة عن اللزوم، هتلاقي نفسك جات لك requests كتير ناس عايزة تشتغل معاك، وأنت ما عندكش الcapacity كشخص أو كteam عندك يhandle الحتة دي، فبالتالي بقى في feedback وِحِش عنك، إن الراجل ده ما بيردش علينا، بيتأخر، الquality بتاعة الشغل مش أحسن حاجة، فلأ اعمل على قد اللي أنت عايز توصل له، وشوف هتوصل له إزاي، ما تعملش overload على نفسك، هيبقى أصلًا جالك شغل كتير، بس فالquality matters يعني.
اللي أنت بتقول عليه ده يخلّي يخلّي حاجتين كده في دماغي يوصلوا لي. أول حاجة معنى كده إن أنا لمّا آجي عايز أعمل personal branding فلازم يبقى في purpose. لازم. ده أكيد، لازم يبقى في plan. فباعمل personal branding عشان أوصل من A to Z. صح كده. ده أكيد، تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة الحتّة بتاعة الpersonal branding دي عشان أوصل من A to Z فده هيتطرقنا لحتّة الinbound marketing. تمام. إيه تعريفك للموضوع ده، وإيه الفرق ما بينه وما بين الoutbound؟ بس في يعني باختصار كده. بُص كoutbound وin بقى كoutbound inbound الoutbound الناس تقول لك أنت بتروح لغاية الclient وتبيع له على طول، ده outbound marketing. الinbound marketing أنت بتقدّم value تخلّي الشخص ده عايز يشتري منك الحاجة دي. ده اللي بنعمله في الpersonal branding. لو أنت عايز تعمل personal branding وتحط نفسك positioning بشكل مثلًا كconsultant فأنت محتاج بتطلّع حاجة اسمها ICP ideal customer profile والجملة دي أنا بقى لي فترة عمّال أركّز عليها وباعيدها كتير. ideal customer profile بتقول العميل ده سِنُّه كام، الdemographics بتاعته إيه، موجود فين، الinterest بتاعته إيه، الpain point بتاعته، إيه اللي محتاج يدوّر عليه أو إيه اللي بيدوّر له على حل، وتحط ده في marketing message وتقلبها في content. فلمّا آجي أقول لك والله أنت عندك مشكلة مثلًا في إدارة الteam وأنا حد بتاع soft skills حلو جدًا وteam management حلو جدًا، فآجي أقول لك لازم تخلّي بالك لو عندك شخص في الteam الtype بتاعه كذا type personal شخصيته مثلًا نوعها كذا، ده hyper active دايمًا تلاقيه بينتقد كتير، بيجادل كتير، ما واخد دور الleader وهو مثلًا مش كُفء إنه يبقى leader دلوقتي، اتعامل معاه بالشكل الفلاني، اديتك info فأنت مصطفى ده عندي فلان الفلاني في الteam بيعمل كده، تبتدي تتحرك معاه بنفس الway اللي قُلت لك عليها، جابت نتيجة، فهتسمع لمصطفى تاني، يوم ما هتحتاج حد يدّيك coaching في الحتة بتاعة الteam هتروح لمصطفى. ده الinbound marketing بكل بساطة، أنا بادّيك value من غير ما تطلبها منّي based على الpain point بتاعتك، فبالتالي تاخد الvalue منّي بشكل صح، لكن هاطلع أقول إزاي تدير الteam بشكل عام، هتلاقي أكتر من حد يستفيد، بس ولا حد ياخد الcore value أو الreal value اللي أنا في الكلام اللي أنا باقوله. بس كان في حاجة كده إحنا كنا بنتكلم فيها بس ما اتكلمناش فيها جوّه الpodcast. في النُص كده كنا بنتكلم فيها وهي حاجة حلوة برضه حابب إن إحنا نhighlight it تاني بمناسبة الoutbound والinbound marketing. هي حتّة العميل هيستناني والّا مش هيستناني في الcontent في النوع الcontent اللي أنا باقدّمه. فبالتالي أنا كده يعني لو اللي إحنا اتكلمنا فيه ده كده مش بنمثل stakeholder معناه إن أنا محتاج أmix. الmix مطلوب، ودي اللي كنا نقصد بيها ساعتها إن مش والجيل زمان ما كانش الموضوع الmix ده مخترع أصلًا يعني بس بنتكلم مثلًا بتاع 2015 2016 كان يا تشتغل inbound يا تشتغل outbound. ما هو حتى الآن الmix ده فكرة حلوة جدًا، بس مش دايمًا valid. لو جالك client دلوقتي سالف من طوب الأرض وفاتح الbusiness بتاعه وعايز يشتغل marketing وعايز يبيع، مش هتيجي تقول له بقى هنعمل awareness ومش عارف إيه تستنى عليها 3 شهور، 6 شهور على ما الناس تعرفك وconsideration ونمشي الfunnel واحدة، واحدة، ده ما بيحصلش. فأنا دايمًا باقول حاجة، إن الawareness يعرّفها الأول، إن العميل بتاعك يعرف أنت اسمك إيه وبتقدّم إيه، ده كفاية بالنسبة لي، يبقى عارف أنت مين، حلو. ده بيحصل لو أنت شُفت post على السوشيال ميديا بيبيعك حاجة عرض معيّن، بيبيع ترابيزة لابتوب وأنت قاعد على السرير، ما تعرفش الpage أصلًا. فلقيت مرّة واحدة في عرض والله ده مناسب ليّا، دخلت على الصفحة، حصل لك الawareness، عرفت اسم الbusiness، عرفت بيبيع إيه، حاجات كلّها مكتبية، واشتريت المنتج، فأنت عملت الfunnel كلّها الawareness والconsideration والdecision في خطوة واحدة بس. فإذا الawareness تنفع تتحقق من الsales، فwhy not إن أنت تشتغل sales بشكل direct. فمش دايمًا الclient هو الpush. بالضبط، فاللي هو مش دايمًا الclient هيستناك 3 شهور على ما تجيب له مبيعات، هو مش هيستنى كل ده، لأ أنت اعمل awareness بالsales بتاعك، جابت sales الراجل ده satisfied وأنت مكمّل شغل معاه. هتعمل awareness كده، ولمّا يلاقي الكاش دخل عنده والدنيا stable تقدر أنت جنبها تقسّم الplan بتاعتك إن دي باقول بيها أنا مين، ودي بابيع بيها. هتسكي ويندوز بس هتشتغل معاه شهر بالكبيت هييجي يجري وراك. لكن أنت ممكن تشتغل أول شهر بتبيع بس، وبعد كده تبتدي تدخّل معاك الobjective بتاع awareness بcontent لوحده بس، دي النقطة. حتّة إن أنت ممكن تعمل mix الservice بقى اسمك، مكانك فين، رقم تليفونك، القصة دي كلّها. في نقطة تانية إن أنت ممكن تعمل mix من أول شهر، بس ممكن يكون الbudget اللي هو هيشتغل بيها مش مساعداه يعمل content plan فيها الmix ده كلّه. إحنا ممكن نشتغل مع client أو ممكن ما نشتغلش معاه بس أقول له يعني session كده advice. أنت ممكن تعمل reel بيقول أنت مين وعروضك إيه واشتغل بيه، هو post واحد بس، فيديو واحد بس، واشتغل عليه إعلان ب200 جنيه في اليوم لمدة 10 أيام، 2000 جنيه. ما فيش حد agency ولا حد social media specialist ولا أي حد شغال في الmarketing هيشتغل بالbudget دي، بس في الآخر حققت له الهدف، أنت بِعت
وعرفت الناس بالفيديو بتاعك واشتغل على السوشيال على واشتغلت عليه اد في 3 4 ايام والدنيا تمام جدا ودخلت كاش. بعدها هو يبقى قادر يسمعك ان هو يشتغل بقى يعمل بلان وكونتنت وميكس والحلو ده كله. حته ان انت تستنى العميل او تمشيه على الفانل كلها ده مش احسن قرار، لان مش مع كل بزنس بينفع. فحاول تبقى فاهم الفانل وفاهم كل اوبجيكتيف فيها، مش حافظ الفانل وحافظ الاوبجيكتيفز اللي فيها. حلو. تعالَ نتكلم شوية عن حتة الmarketing titles. التايتلز title اللي موجودة دلوقتي. ما تسعاش على التايتل. التايتل كده كده هيجي. انت ممكن تبقى ماركتنج مانجر في شركه ما فيهاش غير واحد بس ماسك الماركتنج، يبقى انت عندك خبره سنه ونص وبقيت ماركتنج مانجر، حرقت نفسك. تخيل كده في السي في مكتوب ماركتنج مانجر اول حاجه، بعدها سوشيال ميديا سبيشالست. ليه؟ عشان انت كنت ماركتنج التيم الوحيد اللي موجود في الشركه كلها، بعدها رحت شركه تانيه فيها 5 افراد فبقيت انت سوشيال ميديا سبيشالست. انا مره اتعرض عليا اروح ديجيتال ماركتنج مانجر في شركه وقلت لهم لا انا اخري تيم ليدر. انا كنت شايف ان الاكسبيرينس بتاعتي ما تجيبنيش مانجر، ورفضت التايتل خليته تيم ليدر عشان يبقى عندي مساحه بعد كده اكبر واترقى في اي شركه تانيه او حتى في نفس الشركه. ما بقاش مصطفى بخبره 4 5 سنين واسمه ديجيتال ماركتنج مانجر. عادي في حد يبقى نفس الخبره بس احتك مثلا بحاجه اكبر مني وبحجم شغل اكتر مني فيستاهل التايتل ده. بس برضه تكون محافظ على نفسك بكواليتي شغل. انا كمصطفى ما يهمنيش التايتلز عموما، بس لما تحافظ على نفسك بكواليتي شغل والتايتل هو اللي يجي لك مش انك تديه لنفسك، ده اهم بكتير. ده أكيد. هو ده الinbound بس. فما تستعجلش على التايتلز كده كده جايه يعني، استعجل على الفلوس. ممكن تايتل صغير وشغال في شركه كويسه وبتاخد قبض كويس، ليه لا يعني؟ فرحتي بالمدير responsibilities اكتر، هتسال على KPIs ما المدير يتسال انا مالي. فما تستعجلش. إيه العوائق اللي واجهتك أنت وبالنا في الحتة بتاعة Apex بشكل عام في بداية شغلكم ولغاية دلوقتي لسه بتواجهكم؟ الكابابيلتيز هو إحنا بنتكلم مثلًا لحد عايز إن هو كبزنس يعني. يstart business دي حاجة من ضمن الحاجات اللي هي مهمة الناس تعرفها. الناس بتفتكر بشكل عام بتفتكر إن أنت تstart business خالص. دي حاجة سهلة، دي حاجة هتجيب لك فلوس. في كونسيبت كده اسمه بوت ستراب. بوت ستراب ده انت بتعمل كل حاجه بنفسك وكل حاجه من جيبك. فاللي هو احنا الشركه دي بعد ما تبتديها بتصرف عليها من جيبك، ما عندكش انفستور يحط لك فلوس. فدي نقطة مهمة جدًا لازم تبقى عارفها. هتعمل نفسك أنت تبقى محاسب المكان، تبقى operational manager المكان، CEO المكان، بتعمل حاجات بإيدك، بتعمل كل حاجة في المكان بإيدك حرفيًا. بتنزل تقابل عملا وبتدوّر على مكتب تدفع الإيجار وتشوف مشاكل الصيانة بتاعة المكتب لو في سباكة بايظة. آآ لو الteam اتزنق في حاجة في ضغطة شغل مش هتشغّل الteam weekend هتشتغل أنت weekend. فلأ في كام حاجة كده لازم تبقى عارف إن أنت هتواجه حاجات كتير، فهنا نَفَسك المفروض يكون طويل، ما تستعجلش. وفي حاجة كمان أنت عندك مسؤولية أكبر، إن أنت في ناس مسؤولة منّك، في ناس دي هتاخد منّك مرتب آخر الشهر، فدي حاجة مش بسيطة خالص. إحنا عشان نعمل الagency دي ما بدأناهاش كoffice غير مثلًا بعد سنتين، وكان كل الشغل بنعمله إحنا كان عندنا full time job بتاعتنا، فدي كانت اشتغل بالمتاح. مش لازم بقى تsetup المكتب، مش لازم يبقى عندك كورس مدفوع، مش لازم تعمل كل حاجة مع بعض، نشتغل بالمتاح، عشان الprocrastination دي بهدلتنا. ما تستناش كل حاجة تبقى perfect. أنا حتى عندي شوية perfectionism كده، فدي عطّلتني كتير. فلأ، اللي إيدك اشتغل بيه، اللي في إيدك اتعلّمه. وصدّقني ربنا بيكرمك بسعيك حسب اللي معاك. يعني في كُلّ على قدر سعته، إن ربنا رازقه بمكتب وقادر يحط الsetup ويذاكر. غيرك ربنا ما رزقوش بمكتب وبرضه قاعد يحط الحاجات بتاعته على أي كورس وبيقعد يذاكر. أنا قعدت سنتين 3 تقريبًا باقعد على الكرسي الأنتريه عندنا في البيت، وقدامي الكرسي الصغير ده باحط عليه اللابتوب، وطول الليل عامل كده أهو، وسهران لغاية الفجر وبعد الفجر قاعد باذاكر عشان أعرف أكون marketing وكده. فتعبي ده ما لقيتهوش يعني فعلًا لو حسيت بالتعب ده لقيته فين؟ في الفترة دي، اللي هي بعد 8 9 سنين. فخلّيك مثابر، كمّل في اللي بتعمله. ما دام بتاخد بالأسباب يبقى مش بتاعك، ممكن تكون بتسعى في اتجاه ربنا كاتب لك الرزق في اتجاه تاني، وهو قادر يجيب لك الدنيا كلها تحت رجليك بس كسعي لده. وفي برضه جملة بتقول لك كده إن خليك جاهز عشان الفرصة لمّا تيجي لك تعرف تاخدها. عشان الفرص كتير جدًا، بس لو أنت مش جاهز مش هتعرف تقول دي أصلًا فرصة والّا لأ. خليك دايمًا جاهز للفرصة. شكرًا ليك يا مصطفى وكده. شكرًا جدًا ليك يا حافظ على الوقت الجميل ده، واتبسطت جدًا معاك، وأنا كمان. إن شاء الله بإذن الله نفيد الناس. إن شاء الله. إن شاء الله.